مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم عن بعض من عادات القبائل الذات القديمة، وشيء منها لا زال. فكانوا إذا قام الشخص أو الأسرة أو القبيلة بعمل حميد، رفعوا له البيضة. والبيضة هي قطعة من قماش بيضة يرفعونها فوق شيء، يقولون البيضة لفلان ابن فلان ومنه منه. فتكون هذه رفع البيضة في مجتمع أو في شيء من العدود، إذا كان حاضر، وإذا كان مش حاضر رفعوها في عدود أو في مجتمعات، وتناقلوها أن البيضة ترفع لفلان ابن فلان هو منه، أو أن البيضة ترفع القبيلة أبو فلان، مقابل هذا العمل اللي قام فيه وكان يشرفه ويشرف قبيلته. بعكس ذلك السودة، إيش معنى السودة؟ السودة إذا قام شخص بعمل دني وعاب أمه في سيره أو في جليسه أو في خان العيش والملح، وفيه له قوانين للخيانة، خاصة اللي يخون السير أو القطير أو الوجه يوم تعطيه وتخون فيه. فهنا يرفعون السودة لفلان ابن فلان ومنه منه، حتى تتبرى قبائله منه، وإذا ما تبرت فالسودة تلحقهم وتلحق الشخص ومنه منه. فيرفعون خشبة يحرقونها في النار حتى يكون جزء منها أسود، ويرفعونها على عد تورده البدوان والعربان، ويسقون من العد، ويكون هذا مصدر ومورد ومجي ومراح، ويرفعون هذه الخشبة في رأس مرتفع، ويعلنون للجميع أن هذه السودة ركزت لفلان ابن فلان ومنه منه. كذلك يمسكون كلب كرمكم الله ويقطعون اذنه، يجدعونه يقولون، ويسمونه باسم العايب او الخاين، ويقولون فلان هك هك هك، يعني يدعون الكلب باسم فلان. فيبقى يطول اعمار الخشبة مركوزة والكلب مجدوع لين يتنقى العايب، يعني يرجع ويعمل إجراءات النقاء المتفقة بين القبائل. وهذه الأمور مثل ما تقول ردع للناس، على أساس أن اللي يخون يلوم على نفسه وعلى قبيلته وعلى مجتمعه، ولا يرفع اللوم إلا إذا كان مثلا قبيلته تبرت. فرضنا هميبة تبرت قبيلته منه ودفعت كل ما يلزم وقدمت كل ما يلزم يبريها منه، وقطعوه واعتبروا دمه دم حنش، وانه لا هو منهم ولا عاد ينتمي لهم، وانه عصى القبيلة وانهم متبرين منه. هنا تصير السودة له شخصيا ولا تصير لقبيلته. فهذه من ضمن الأشياء اللي تعتبر رادع ولوم وشوم على القبائل، والقبائل تخاف من اللوم. يوم كل ما وردوا العد لأن الخشبة مركوزة قالوا والله هذه خشبة أبو فلان، عابوا خابوا، فلا بد أن يسعون حتى أنهم. فعندما يرتفع العيب
بالطرق المتفق عليها بين القبائل يقتل الكلب وتدهق الخشبة، يعني تطيح، يطيحون الخشبة ويقتلون الكلب. هذه تعتبر ارتفعت السودة من أبو فلان فلان بعد ما يقوموا بواجبهم. هذا، وتقبلوا تحيات أخوكم فرج الكرب.